في قلب واحدة من أقصى بقاع الأرض، حيث لا ظل ولا ماء ولا رحمة، انطلق ماراثون الرمال، سباق الموت في قلب الصحراء المغربية. ماورو بروسبيري وصل المغرب وهو كيعتقد ان اصعب حاجه غادي يواجهها هي التعب والظروف اللي غادي يجري فيهم، لكن ما كانش عارف ان اللي كان كينتظرو هو معركه بقاء ضد الطبيعه نفسها. القصه ديالنا كتبدا من وسط الصحراء المغربيه، وبالضبط من وسط الماراثون ديال الرمال اللي كيتنظم في المغرب. وهذا الماراثون كيتنظم في الجنوب الشرقي ديال المغرب، يعني يا اما في الصحراء ديال مرزوقه ولا ديال زاكوره ولا ديال الرشيديه، والتضاريس ديالهم عباره عن كتبان رمليه اللي كبار وعلى واحد المساحات خاليه ولا واحد الجبال قاحله. وهذا الماراثون كيتعتبر من اصعب السباقات اللي كاينين على وجه الكره الارضيه، بسبب الظروف اللي كيكونوا صعابين فيه، المده ديالو وحتى المسافه اللي كيضربوا المتسابقين، وكيتسمى الجحيم في الجنه الرمليه. هذه السميه اللي طلقوا على هذا الماراثون هذا بكثرة ما هو صعيب. وقبل ما ندخلوا في التفاصيل ديال القصه، ضروري ما نعطيكم شويه ديال المعلومات على هذا الماراثون باش هكا تاخذوا واحد الفكره صغيره عليه، ولا المهم غير باش تعرفوا الظروف اللي كيدوزوا منها العدائين ولا المتسابقين اللي كيكونوا مشاركين في هذا الماراثون. اول حاجه بالنسبه للماراثون، المده ديالو كتكون هي 7 ديال الايام، وبالنسبه للمسافه اللي كيقطعوا كتكون ما بين 230 حتى 250 كيلومتر، وفي بعض النسخ وصلت حتى 270 كيلومتر. ويوميا كيكون عندهم واحد المده ولا واحد المسافه اللي خاصهم يقطعوها باش كيقسموها على الايام ديال الاسبوع اللي غيكونوا كيديروا فيها داك السباق، باش في الاخر كيوصلوا في الوقت اللي هي تقريبا كتكون 80 كيلومتر اللي خاصهم يقطعوا في كل نهار. يعني العداء الناجح كيكون كيقطع هذيك 80 كيلومتر ديالو في النهار، وهكا كيقدر يقسم الوقت ديالو حتى كيوصل في النهار ولا في المده المحدده اللي قالوا له. وبالنسبه للقوانين ديال المسابقه، كل واحد من المتسابقين خاصو يكون عنده واحد الاكتفاء ذاتي ديال الماء وديال الماكله المده ديال النهار تقريبا، وكيكون هاز معاه حتى واحد الباكطاج بحال الناس اللي كيكونوا كيخيموا، كتكون فيه الخيمه ديالو، الغطا فاش كيتغطى الا بغى ينعس. الا ما قدرش يكمل ديك المسافه ديال 80 كيلومتر في النهار، كيقدر يبات الا شدوا الليل في شي بلاصه اللي بعيده على داك المخيم اللي كيكونوا دايرين لهم، كيجبد الخيمه ديالو كيبات في ديك البلاصه. كما الماء والماكله ديالو كيكفيوه المده ديال داك النهار بين ما وصل للمخيم، حيت في كل نهار كيكون واحد المخيم اللي كيتجمعوا فيه، اللي كان بغى يبات ولا اللي تسالى ليه الماء والماكله ديالو كيعاود يجدد داكشي ديالو تما، باش هكا كيكمل في الماراثون ديالو عادي. ومن غير هذا الشيء كيكونوا هازين معاهم حتى معدات ديال الاسعاف، باش حتى لو وقعت ليه شي حاجه كيقدر يسعف في راسو بين ما وصلوا ليه الفرق ديال الانقاذ. يعني في التوتال الكارطابل ديالو ولا المحفظه اللي كيكون هاز كتكون واصله حتى ل 15 كيلوغرام، وهي باش كيكون كيتمشى وسط الصحراء، وكتكون الشمس الدرجه ديالها مرتفعه بزاف، يعني واحد الظروف اللي قاسحين بزاف وماشي اي واحد غادي يقدر يصبر عليهم. والسبب اللي خلاه يكون واحد من اصعب السباقات في العالم غادي نذكر لكم دابا غير واحد الاسباب قلال، وغادي تعرفوا بان انسان عادي ما غاديش يقدر يصبر على هاد الظروف. اول حاجه درجه الحراره كتكون مرتفعه بزاف، يعني وسط النهار كتقدر توصل حتى ل 55 درجه مئويه، ومن غير هذا الشيء في الليل كتكون منخفضه عاوتاني بزاف، يعني في النهار كتكون سخونه وفي الليل كيكون البرد. ثاني حاجه هي البيئه فاش كتكون غادي، واحد البيئه اللي كتكون قاحله، عباره عن اراضي صخريه ولا اراضي رمليه، وكاع الجويه اللي دايرين بيك كتشوف واحد الصحراء لا نهايه لها، يعني غيعياولك حتى عينيك بداك الشوف. ومن غير هادشي حتى داك الاشعه ديال الشمس، واخا كيكونوا دايرين واحد النظاظر اللي متخصصين في هادشي، كيكونوا الاشعه ديال الشمس كيضرهم في عينيهم. متسابقين كيجيو واحد النقص شديد في الماء بسبب الدرجه ديال الحراره اللي كتكون مرتفعه، وبسبب الحركه ولا الموفمون اللي كيديروا في داك السباق ديالهم. رابع حاجه اللي كيعانيو منها كاع المتسابقين اللي كيكونوا مشاركين، اللي هي الظروف اللي كيكون كيجري فيهم. كيعاني من الوحده، من القلق، كيكون كيهلوس بعض المرات بسبب داك العيا، وبعض المرات كيجيه الارهاق اللي كيخليه يفكر انه يحبس السباق وما يكملش. وكاينين بزاف اصلا في داك الماراثون اللي ما كيكملوش الماراثون ديالهم، يلا كيضربوا نهار يومين ولا شي حاجه صافي كيحبسوا وما كيكملوش الماراثون ديالهم. يعني الناس اللي كيوصلوا للاخر ديال الماراثون غير واحد الفئه قليله من الناس، ولا دوك الناس اللي كيكونوا اصلا جايين باش يتحداو راسهم في هذا الماراثون. وهذا الماراثون كيتنظم سنويا، وفي كل نسخه ديالو كيستقبل اكثر من 1000 عداء، وهاد العداء كيكونوا من 50 دوله تقريبا ولا اكثر. والاغلبيه ديال الناس اللي كيشاركوا في هذا الماراثون كيكونوا اما عداء اللي كيكونوا محترفين، ولا كيكونوا عسكريين ولا بوليس كانوا تقاعدوا وبغاو يجيو يشاركوا في هذه المسابقه هذه ولا في هذا الماراثون، ولا كيكونوا الناس اللي في الاغلب كيكونوا كيشاركوا غير في الاولمبيات وكيبغيو يجربوا هذا الماراثون. واخر حاجه هما الناس اللي كيكونوا كيتحداو راسهم وكيبغيو يوصلوا لذاك الحد ديال الصبر ديالهم، وكيبغيو يتيستيو راسهم في هذا الماراثون.
والبطل ديالنا ديال هاد القصه واحد من المتسابقين اللي شاركوا في النسخه ديال 1994، وحتى هو الهدف ديالو من هاد المسابقه هو يوصل للحدود ديال الصبر ديالو في هاد الماراثون هذا ويتحدى راسو. والسميه ديال هاد العداء ديالنا ماورو بروزبيري، اللي كانت الخدمه ديالو من قبل هو ضابط سابق. كانت الخدمه ديالو ضابط، ملي شتا تقاعد كان تا هو من بين الناس اللي باغي يتحدى راسو في هاد الماراثون حيت فيه تسمع عليه، وقرر يشارك في النسخه كما قلنا ديال 1949. ماورو بروزبيري وصل المغرب وهو كيعتقد ان اصعب حاجه غادي يواجهها هي التعب والظروف اللي غادي يجري فيهم، لكن ما كانش عارف ان اللي كان كينتظرو هو معركه بقاء ضد الطبيعه نفسها. في التاريخ ديال 10 افريل سنه 1994 ماورو غادي يجي للمغرب باش غادي يبدا في السباق حيت وصلت الوقيته. في الاول ملي بدا في السباق ديالو ولا في الماراثون كان غادي مزيان كيكمل المسافه اللي خاصو يكملها يوميا وغادي مع الكوكبه الاولى، وحتى الظروف بدا كيتاقلم معاهم نهار مورا نهار. والخطه اللي كان غادي بها هي كيحاول يكمل واحد المسافه في النهار ديالو، ما كيزيد عليها ما كينقص عليها، باش هكا ما يعياش بزاف، حتى الا مشى واحد المده اكثر من هذيك المده اللي خاصو يمشي في النهار ديالو يا اما غادي يعيا يا اما غادي تجي شي وعكه صحيه وما غاديش يقدر يكمل الماراثون ديالو. داكشي علاش كندير واحد المسافه كيكملها في النهار وكيحبس كيرتاح حتى الغد اللي عاد باش كيكمل، وبقى على هذا الحال 4 ديال الايام. كما كاع النهارات ديالو كيحاول يكمل المسافه اللي كيدير كل نهار. غادي يوقع واحد الحاجه اللي ما كانش معتاد عليها واول مره غادي يجربها، هي غادي تجي واحد العاصفه رمليه اللي ما كانش كينتظرها نهائيا. والناس اللي ما كيعرفوش العواصف الرمليه راه كتكون الرمله كتبقى كدور في السماء لدرجه كتغطي الضوء ديال الشمس، وكيكون واحد الشكل بحال ديال الظلمه غير بسبب هذاك الكم الهائل ديال الرمل اللي كيكون في الجو. وهكا الناس ما يقدروش يمشيو فيها نهائيا، زعما من المستحيل انك تقدر تمشي وسط عاصفه رمليه. داكشي علاش اول حاجه كيديروها الناس ملي كيشوفوا عاصفه رمليه هي كيحاولوا يغطيو عينيهم بشي حاجه وكيتكاو في الارض وكيتسناو بين ما داز هذيك العاصفه الرمليه. وداكشي بالضبط اللي دار ماورو، غادي يتكا في الارض وغادي يغطي راسو حيت داكشي جا فجاه نط هذيك العجاجه وما قدرش ينوض يدير اي حاجه اخرى، يعني بقى في البلاصه اللي كان فيها وتغطى وبقى كيتسنى بين ما داز هذيك العاصفه. ولكن المشكل ان العاصفه المده ديالها كانت اكثر من داكشي اللي كان كيتخيل. دازت المده ديال العاصفه 8 ديال السوايع. ومورا مسألة العاصفة ماورو غادي يلقى بأنه صافي راه طاح الظلام وهذيك الوقيته كان الليل. ولكن المشكل اللي وقع هو أن ملي جات ديك العاصفة ماورو جلس في البلاصة ديالو ولكن ما حطش حداه الحوايج ديالو، حط غير واحد الصاك صغير اللي كان فيه شويه ديال الماء والماكله، والصاك الكبير اللي كان فيه كاع دوك الحوايج اللي كيحتاج ليهم بحال الخيمه ولا الحوايج ديالو ولا المعدات ديال الاسعاف ولا اي حاجه اخرى كانت بعيده عليه. وملي جات ديك العاصفه الرمليه غطات كلشي بالرمله وما بقاش الاثر نهائيا ديال كاع دوك الحوايج اللي كان حاط ماورو تما. ولكن الليل ما كان كيبان ليه والو، قال حتى الصباح وغادي نقدر نقلب شويه نقدر نلقاهم. ولكن الصباح كيتفاجئ بانه ما لقاش الصاك ديالو، ما لقاش الاثر اصلا ديال داكشي اللي كان حاط. واكثر من هذا الشيء العلامات اللي كانوا محددين لهم بهم الطريق ديال الماراثون تمحاو نهائيا، يعني ما بقاش عنده شي صيله اللي غادي تقدر تبين ليه الطريق اللي خاصو يمشي فيها ولا حتى شي بوصله اللي تبين ليه الشمال ولا الجنوب ولا الاتجاهات اللي يقدر يكمل فيهم. يعني ماورو ولا تال في وسط الصحراء الكبرى بلا ما يكون عنده حتى شي حاجه من غير شويه ديال الماكله وشويه ديال الماء اللي اكثر مده يقدروا يدوزوا ليه هي نهار، حيت ديك الكميه كيكون كيديها معاه كيستهلكها في داك النهار. بين ما وصل داك المعسكر فاش كيقدر يعاود يجدد هذيك الكميه اللي كيهز ديال الماء وديال الماكله باش هكا ما تقلش عليه حتى في المحفظه ديالو. يعني كما قلنا لقى راسو دابا وسط الصحراء ما عندوش شي حاجه اللي غادي يشوف بها الطريق، وحتى المحفظه ديالو اللي فيها كاع دوك الحوايج اللي كان كيستعمل حتى هي مشات دجلات وسط الرمله وما لقاهاش نهائيا. اول حاجه غادي يدير حاول يتحكم في الاعصاب ديالو ما يتستريساش وما يتخلعش، ومشى في الاتجاه ديال الشمال اللي كان كيعتبره هو انه شمال حيت ما كان عنده حتى شي حاجه يكون عارفو بها. بقى مكمل في الشمال وغيطلع فوق واحد التله ديال الرمال كبيره، وقال بانه الا وقف تما يقدر يبان ليه شي واحد من صحابو اللي كيشاركوا في داك الماراثون من بعيد، ولا غيبان ليه حتى دوك العلامات اللي كيبينوا الطريق ديال الماراثون. ولكن ملي طلع في هذيك التله ما غادي يبان ليه حتى شي حاجه، غادي تبان ليه غير واحد الصحراء على مد البصر، يعني كيشوف الصحراء في كاع الاتجاهات اللي كيدور ليهم. هنايا ماورو غادي يتبانيكا وغادي يتخلع، ما بقاش عارف التصرف اللي غادي يدير. واخا كان عنده واحد شويه ديال الامل كيقول بان الفرق ديال الانقاذ راه غير واحد المده قصيره وغادي يوصلوا ليها، راه حيت عرفوا بانه جات واحد العاصفه رمليه وغادي يكونوا الناس تلفوا ضروري ما غادي يجيو يقلبوا عليه حتى غادي يلقاوني. ولكن الوقت كيزيد وماورو لقى راسو بوحدو في الصحراء، الفرق ديال الانقاذ مازال ما وصلوا ليه نهائيا، الماء والماكله بداو كيتسالاو ليه وحتى شي حاجه اللي غيقدر يتغطى بها على الشمس ما كايناش عنده. كان عنده غير واحد السيف اللي كان مغطي به على الشمس، ولكن راه 55 درجه ما يقدرش الانسان
الانسان انه يتحملها بديك الكميه ديال الماء وديال الماكله اللي قليله عنده. يعني داز النهار الماكله ديالو تسالات، ما بقى عنده واحد شويه، وفي النهار الثاني تسالى ليه حتى داك الماء، ومورو غادي يلقى راسو كيصارع من اجل البقاء، وغادي وسط واحد الصحراء ما عارفش الطريق اللي غادي ليها، لدرجه وصلت به انه يشرب البول ديالو باش ما يموتش في وسط هذيك الصحراء اللي كان تالف وسط منها. وحتى الماكله اي حاجه صدفه قدامه ولا كياكلها، سحليه، حنش، عقربه، اي حاجه المهم شافها قدامه بسبب هذاك الجوع اللي عمالي العينين ديالو، وحتى العطش اللي كان كيقتلو. ولكن واخا هكاك بقى مكمل في الطريق، واخا ما كانش عارف ان الاتجاه فين غادي. ولكن واحد النهار غادي تبان ليه واحد البنايه من بعيد. في الاول كان كيصحابو بانه غير بحال الشكل ديال سراب، ولا غير كان كيتوهم ولا كيتخيل، ولكن بقى مكمل الطريق ديالها حتى غيقرب لحد هذه البنايه وغادي يدخل لوسط. هذه البنايه كانت عباره على واحد الضريح مهجور اللي كان في قلب الصحراء، وكانوا كيدوزوا الناس ولا دوك الرحل ملي كيدوزوا حدا راه كيجلسوا فيه، ولا اللي عيا كيدخل لهذاك الضريح. وهنايا مورو غادي يدخل لذاك الضريح، غادي يتكا، غادي يرتاح شويه، وغادي يبان ليه في القنت ديال داك الضريح كاين واحد المجموعه ديال واحد الخفافيش دايرين واحد العش ديالهم تما. مورو طبيعه الحال الجوع اللي كان فيه ما كانش كيفكر في شي حاجه اخرى، غادي يمشي لهذوك الخفافيش، غادي يبدا يذبحهم، غيشرب من الدم ديالهم حيت كان عطشان بزاف، وملي كيسالي كياكلهم. بقى على هذا الحال تقريبا يومين وهو عايش غير بحال هكا، كياكل من هذوك الخفافيش ومتكي في هذاك الضريح. ولكن في النهار الثالث مورو غادي يفقد الامل، غادي يحيد التريكو ديالو، وغادي يهز واحد الفحم كنلقاه في الارض ديال هذاك الضريح، كنستعملو شي واحد شحال هادي شحال العافيه، وبقى الفحم ديالها تماك. غادي يهزو، غادي يكتب على التيشيرت ديالو، وغيكتب واحد الرساله للعائله ديالو اللي كيقول فيها بانني راه حاولت نعيش، ولكن هاد الظروف كانوا اقوى مني، وهذا النهار غادي يكون هو اخر نهار في حياتي، نتمنى تعيشوا حياه اللي مزيانه، وهكاك انا غادي نكون مشيت لواحد البلاصه اللي مزيانه ملي غادي نموت. مورا ما كتب هذه الرساله غادي يهز واحد الحديده مصديه لقاه حداه، وغادي يقطع بها الاورده اللي كيكونوا دايزين في يديه هنايا باش غادي ينتحر. ولكن المشكل ان الجسم ديالو بكثرة ما ناشف حتى الدم ما بغاش يخرج ليه، يعني بقى كينزل بواحد الشويه، وهذا الشيء اللي خلاه ما غاديش يموت. فقد الوعي واحد المده، ولكن ملي فاق يلقى راسو بانه حي، وحتى الموت ما قبلاتوش. هنايا مورو غادي يقرر يخرج من داك الضريح، وقال واخا نموت وسط الصحراء غادي يكون هذا هو القدر ديالي، وصافي الحياه هادشي اللي اختارت ليه. داكشي علاش اختار انه يمشي وسط الصحراء وما يبقاش جالس في هذاك الضريح واحد المده اللي طويله كياكل من دوك الخفافيش حتى غادي يتسالي واحد النهار وصافي غادي يجلس بلاش. داكشي علاش قرر يمشي وسط الصحراء. الا لقى شي واحد اللي غينقذو ولا داز شي طياره ولا الفرق ديال الانقاذ مزيان، ما دازوش غادي يبقى حتى غادي يموت وسط الصحراء. بينما مورو ما كان كيزحف في الرمال ديال الصحراء اللي كانت كتحرق الجسم ديالو شويه بشويه، كيبان ليه واحد الخيال من بعيد. واخا هكاك كان كيصحابو بانه غير كيتخيلو كيتوهم، ما كاين حتى شي حاجه، حيت كما كتعرفوا الانسان ملي كيدوز واحد المده طويله بالعيا ولا التعب كيبدا كيتخيل وكيتوهم شي حوايج ولا شي اصوات اللي ما كاينينش في الواقع. وداكشي بالضبط اللي وقع لمورو. حتى الدماغ ديالو الطريقه باش ولا كيفونكسيوني ما بقاش مزيانه بسبب الانرجي اللي ولات ناقصه عنده في الجسم ديالو. داكشي علاش بقى مكمل، واخا شاف داك الخيال بقى غادي، ولكن كان بصح ناس دايزين من هذيك البلاصه، وحتى هما ملي شافوه جاو كيجريو عنده، حيت الحاله ديالو كانت كتبان يرثى لها. جاو عنده كيلقاو بانه واخا غادي غير كيزحف وكيجر رجليه وشبه فاقد الوعي، والجسم ديالو كله محروق بسبب الشمس، الوجه ديالو، الاطراف ديالو كلهم. ومن غير هذا الشيء بسبب الجوع اللي كان كيعاني منه وسط الصحراء، كان الجسم ديالو كيبان هزيل بزاف، العظام ديال وجهه كيبانوا، يديه ضعافو يعني ضعاف كله. وحتى ملي كانوا كيدويو معاه كان كيدير واحد المجهود كبير باش انه يدوي، واخا هكاك الهضره ديالو ما كانوش كيفهموها وما كانوش حتى كيسمعوا مزيان شنو كيقول. وهاد الناس اللي لقاوه كانوا من اصول جزائريه، هما بدو رحل يعني كيتنقلوا في الصحراء، كيكونوا مثلا عندهم الابل وعندهم المعاز ديالهم وداك الشيء، وكانوا غير صدفه دايزين من هذيك البلاصه سبحان الله حتى غادي يتلاقاو معاه. يعني باش كتشوفوا الحكمه الالهيه كيفاش جالس في واحد الضريح كان كيعيش بهذاك الخفافيش، حيت راه الجوع راه يعني داك الخفاش راه كيجي احسن حاجه كياكلها. واخا هكاك طاحت عليه ديك الفكره ديال انه يخرج من تما وبقى غادي وسط الصحراء باش غادي يلاقيه الله سبحانه وتعالى مع هاد الناس اللي كانوا غير دايزين صدفه من هذيك البلاصه. هاد الرحال غادي يديوه معاهم، غادي يوصلوه لواحد المخيم، غادي يبات معاهم تما، مورا غادي يديوه لواحد المستشفى عسكري جزائري. دابا هنايا غادي تقولوا لي كيفاش كان في المغرب حتى غيلقى راسو في الجزائر، حيت ديك الوقت فاش كان تالف بقى غادي حتى داز من الحدود ديال المغرب اللي كيوصلوا للجزائر. مورا ما دخلوا لهذا المستشفى العسكري حاولوا يعطيو ليه الاسعافات الاوليه، حيت كان الجسم ديالو في واحد الحاله اللي خطيره بزاف. عطاو ليه مقويات، سيروم، اي حاجه غادي يحتاجها. موراها غادي يجيو باش يحققوا معاه، حيت في الاول كانوا كيصحابون بانه جاسوس،
ومصيفطونو باش غادي يتجسس على الجزائر، حيت الجزائر هكا كيفكروا، ما عرفتش علاش كيقولوا بانه غادي يجي يتجسس عليهم، حيت في الاغلب الجواسيس راه بصح هاد الفكره كاينه. جاسوس ما كتقدرش تعرف عليه، وكيكونوا كيوجدوا ليه دوك الظروف اللي كيوهموك كيبينوا لك بانه مثلا تالف، ولا كيكون مثلا كيخدم شي خدمه اللي بسيطه، حيت هكا كيكونوا الجواسيس. حتى هما فكروا من هذه الناحيه، ولكن ملي غادي يسولوه قالوا ليه واش انت هو ماورو العداء اللي تجلى في الصحراء ديال المغرب، غادي يقول لهم باللي ايه، وغادي تاكدوا من بعد من خلال التصاور ديالو وداكشي بانه راه هو داك العداء اللي تجلى. يعني ماورو غادي يعرف بانه راه المغاربه ولا الفريق ديال الانقاذ ديال الماراثون راه في ديك الوقت فاش كان مجلي كانوا بصح كيقلبوا عليه وما قدروش يوصلوا ليه، حيت الصحراء المغربيه كبيره بزاف، وهو عوض ما كان يبقى في البلاصه اللي كان فيها زعما يقدروا يوصلوا ليه دوك الفرق ديال الانقاذ، بقى مكمل حتى خرج في واحد الجهه اللي بعيده على البلاصه ديال الماراثون. يعني واخا كانوا كيقلبوا عليه الفرق ديال الانقاذ ما لقاوهش. مورو غادي ياخذ العلاجات ديالو في هذا المستشفى العسكري ديال الجزائر، باش موراها غادي يقدر ينتقل للبلد اللي كان كيعيش فيه. واخا الحاله ديالو كانت صعيبه بزاف، حيت ملي لقاوه في هذيك الصحراء مورا ديك المده اللي دوز تما تقريبا هذيك 9 ديال الايام، غادي يفقد 15 كيلوغرام من الوزن ديالو. واخا هو واحد الانسان رياضي رشيق، يعني اصلا ما عندوش واحد الوزن زائد، مثلا ما عندوش شحمه ولا شي حاجه اللي زايده، يعني الوزن ديالو اللي كيكون في الاغلب مثلا ما بين 75 حتى 60 كيلو، غادي يكون نزل ب 15 كيلو اكثر من داكشي اللي كان عنده. ومن بعد هذا النجاح ديالو غادي يدوز بزاف ديال اللقاءات الصحفيه، غادي يكتبوا عليه كتب، غادي يديروا عليه افلام وثائقيه، وبزاف ديال الحوايج اللي داز فيها. وهاد الهضره اللي غادي نقول لكم دابا كان قالها في واحد الملتقى صحفي، هو ما قالهاش باللغه العربيه ولكن ترجمتها لكم باش تحاولوا تفهموا شنو كيقول. كنت أظن أنني سأموت، لكن شيئا بداخلي رفض الاستسلام. حيث لا تمتلك شيء تكتشف أنك تمتلك كل شيء، الإرادة. وفي عام 2001 ماورو رجع للمغرب باش يكمل ماراثون من جديد، وكيقول: عدت لأكمل ما بدأته، لكن هذه المرة أعرف من أنا. وكيقول بأنه في هاد 10 ديال الأيام اللي كان تالف فيها في قلب الصحراء بحال كان في الرحيم ديالها، والنهار اللي تنقد فيه بحال النهار اللي تزاد فيه. هنا غادي تكون سالات القصه ديال ماورو بروزبيري اللي كتبين لنا الحب ديال الانسان للحياه، اللي واخا كيكون واصلين فيه الظروف لاقصى الحدود، واخا هكا كيبقى ديك الغريزه ديال العيش كتخليه يبقى غادي مكمل حتى يوصل للهدف ديالو، ولا حتى يتنقد وما يموتش. وفي اطار القصص ديال النجاة غادي تلقاو واحد القصه يا اما هنايا ولا هنا ديال واحد الاولاد اللي كانوا تلفوا في واحد الجزيره، وغادي يبقاو عايشين فيها لمده ديال 15 شهر. وهنا غادي يكون سال الفيديو ديالنا، نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. تهلا.